الحمد لله الذي أنزل القرآن من فيض رحمته وجعله هدى للسالكين لحضرته وربيعا للقلوب تسرح في روضته. الحمد لله الذي لم يجعل حاجبا على أبوابه. الحمد لله الذي لم يجعل حائلا بينه وبين عباده. الحمد لله الذي فتح أبواب التوبة لجميع عباده. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمعنا على محبته. الحمد لله فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. الحمد لله الذي لا يصرف السوء إلا هو ولا يكشف الضر إلا هو ولا يأتي بالخير إلا هو وهو على كل شيء قدير. الحمد لله لجميع محامده التي لا تحصى عددا. الحمد لله الذي لا ينقطع معروفه أبدا. الحمد لله الذي خلق الخلق فأبدعه وسن الدين وشرعه ونور النور وقدر الرزق ووسعه وأجرى الماء وأنبعه وجعل السماء سقفا محفوظا رفعه والأرض بساطا وضعه وسير القمر فأطلعه. سبحانه ما أعلى مكانه وأرفعه وأعز سلطانه وأبدعه. لا راد لما قضى وقدره ولا مذل لمن رفعه ولا معز لمن وضعه ولا مفرق لما جمعه ولا شريك له ولا إله معه. الحمد لله الذي أعزنا ونفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء ورفع وبسط الأرض وأوسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار فأترع وسخر النجم فأطلع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى للجبل فانصدع ووهب ونزع وأعطى ومنع وفرق وجمع وأنشأنا من نفس واحدة فمستقر ومستودع. الحمد لله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت له الشداد الصلاب واستدلت بصنعته الألباب ويسبح بحمده الرعد والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الحمد لله ذي الجلال والإكرام والأسماء الحسنى العظام
والمنن الجسام والعظمة والسلطان، جبار لا يرام، قيم لا ينام، له الأفعال الكرام والمواهب العظام، والإفضال والإنعام، والكمال والتمام، وهو الله الملك القدوس السلام. سبحانك يا رب أنت علام الغيوب، تستر العيوب وتغفر الذنوب وتصلح القلوب. أنت الحليم الذي لا يعجل، والكريم الذي لا يبخل، تعلم منا القبائح ولكنك تستر ولا تفضح، وتداوي ولا تجرح، وتنادي على كل عبد ليفرح. من أعرض عنك ناديته من بعيد، ومن أقبل عليك تلقيته من قريب. سبحان المنفس عن كل مدين، سبحان المفرج عن كل محزون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من بكت من خشيته العيون، وسجد له المصلون، وصام له الصائمون، وقام له القائمون. سبحان من يقول للشيء كن فيكون، سبحان من لا تختلف عليه القلوب ولا اللغات، ولا تشتبه عليه الأصوات، ولا شبيه له في الذات ولا في الصفات. سبحان من تشهد في آفاقه الآيات، سبحان من بعث فينا رسولا كريما حبيبا، هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، هو إمام الأنبياء وسيد المتقين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا،
واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء، ونسألك نعيما لا ينفد
وقرة عين لا تنقطع، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. إلهنا وسيدنا ومولانا وحبيبنا وخالقنا وربنا، ها نحن قد حضرنا ختم كتابك، وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإنه إن طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. إلهنا وسيدنا وحبيبنا وخالقنا ومولانا، اجتمعنا في ليلتنا هذه، فمنا الشيوخ والشباب والنساء والأطفال، اجتمعنا لنرجوك ونسألك سؤال من كثرت ذنوبه وقلت حيلته وضعفت قوته وتقطعت أسبابه، فأتيناك يا ربنا مقبلين تائبين نادمين، بذنوبنا معترفين، تغلنا دموع الندم والحسرة، وتدفعنا آيات التوبة والإنابة، وتتضاءل ذنوبنا أمام ساحة مغفرتك، فاعف عنا وارحمنا. إلهنا وسيدنا وخالقنا وحبيب قلوبنا، إن لم تعف عنا فمن لنا إن طردتنا، وأي باب سوى بابك يقبلنا. إلهنا وحبيبنا، يا من يجود ويسمح ويعطي ويمنح ويعفو ويصفح، من انقطع وصلته، ومن عصاك سترته، ومن أساء أمهلته، ومن نسي ذكرته، ومن تاب قبلته، ومن عمل قليلا شكرته. يا من كرمه مبذول وستره مسبول، يا من بالجود معروف وبالبر موصوف، نسألك يا مولانا أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم احفظنا من النار. إلهنا وسيدنا وحبيبنا وخالقنا، ما عرفنا إلها غيرك،
ولا ربا سواك. منذ وعينا على الدنيا ونحن نصدح باسمك ونترنم بذكرك، نسألك يا من لا إله إلا هو أن تعتق رقابنا من النار. اللهم بحق لا إله إلا الله أجرنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وإخواننا وأصدقائنا وأهلينا والمسلمين من النار. اللهم إنه لا طاقة لنا على النار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن قبلت منهم الصيام والقيام. اللهم لا تجعلنا ممن حظه من صيامه الجوع والعطش ومن قيامه السهر والتعب. اللهم إنا نعلم أننا ما صمنا صيام الأبرار ولا قمنا قيام الصادقين الأخيار، ولكن نعلم ونوقن أنك أنت الكريم الغفار، فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين. إلهنا قطرة من بحار جودك تغنينا وذرة من عفوك تكفينا، فارزقنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا واقض حاجاتنا ونفس كرباتنا واكشف عنا الغمة يا ربنا وسيدنا. اللهم هذا رمضان قد انصرم ولسنا ندري أغفرت لنا أم لم، والظن فيك جميل وحسن، فلا تخيبنا يا ربنا يا حبيب التائبين يا قرة أعين الصادقين. نسألك أن تغفر لنا مغفرة نرقى بها إلى قرار مكين. اللهم إن لم تكن قد غفرت لنا فيما مضى فإنا نتوسل إليك بك أن تغفر لنا الآن. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا ممن أدرك ليلة القدر فغفرت ذنوبه وسترت عيوبه وأعتقته من النار. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا وأسعدها يوم لقائك، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نستودعك كلمة لا إله إلا الله،
فأحضرها لنا عند الموت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله عدد من مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا حيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم ارحمنا إذا حان الأجل وانقطع الأمل وتوقف العمل. اللهم ارحمنا في ظلمة الأكفان. اللهم ارحمنا إذا عسر النطق على اللسان. اللهم كن لنا أنيسا عند وحدتنا، وصاحبا عند وحشتنا، ومغيثا عند فزعنا، وحافظا عند خوفنا. اللهم ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وكثر الأنين والحنين. اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب وتخلى عنا القريب والغريب وارتفع النشيج والنحيب. اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وتوالت الحسرات وأطبقت الروعات وفاضت العبرات وتكشفت العورات وتعطلت القوى والقدرات. اللهم ارحمنا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وتأكدت فجيعة الفراق للأهل والرفاق وقد حم القضاء فليس من واق. اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق إلى ربك يومئذ المساق. وداعا أبديا للدور والأحباب والرفاق إلى من تذل له الجباه والأعناق. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وأغلقت من القبور الأبواب وانفض الأهل والأحباب، فإذا الوحشة والوحدة وهول الحساب. اللهم ارحمنا إذا فارقنا النعيم وانقطع النسيم وقيل لنا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اللهم ارحمنا إذا نسي اسمنا واندرس رسمنا. اللهم ارحمنا إذا أهملنا فلم يزرنا زائر ولم يذكرنا ذاكر وما لنا من قوة ولا ناصر، فلا أمل لنا ساعتها إلا في العلي الغافر. يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا، ارحم من هفى وجفى وغفى وشفع فينا الحبيب المصطفى واجعلنا ممن صفى ووفى وبالله اكتفى يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا أقمنا للسؤال
وخاننا المقال، ولم ينفع جاه ولا مال ولا عيال، وقد حال الحال فليس إلا أنت يا كبير يا متعال. اللهم ارحمنا يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. اللهم ارحمنا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. اللهم ارحمنا يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. اللهم ارحمنا إذا جاءت كل نفس معها سائق وشهيد. اللهم ارحمنا يوم تنصب الموازين. اللهم ارحمنا إذا تطايرت الصحف فآخذ بالشمال وآخذ باليمين. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل موازيننا بالحسنات. اللهم ارحمنا إذا نودي علينا للوقوف بين يديك، فيا له من موقف ما أصعبه وأعظمه، ويا له من إله ما أكرمه وأرحمه. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم إذا وقفوا بين يديك: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. اللهم ارزقنا من يد حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مرية لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إن حب حبيبنا محمد ملأ قلوبنا ويجري في دمائنا وعروقنا. اللهم ارزقنا رؤيته ومرافقته. اللهم احشرنا في زمرته وتحت لوائه، ولا تحل بيننا وبينه يا رب العالمين. اللهم أدخلنا مدخله. اللهم ارحمنا إذا نصب الصراط بين ظهراني جهنم وبدأ المرور والعبور، وبدأت الكلاليب تخطف من أمرت بخطفه لتلقي به في قعر بعيد وحر شديد ومقامع وحديد. اللهم ارحمنا في ذلك الموقف يا رحيم. اللهم يا بر يا رحيم قنا عذاب السموم. اللهم ثبتنا على الصراط حتى نمر إلى أرض السلام حيث السكينة والأمان. اللهم أدخلنا الجنة رفقة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إن نبيك قال لنا: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بحق لا إله إلا الله. اللهم ألبسنا الحلل وأسكننا القصور والظلل. اللهم إن أرقى نعيم في الجنة هو النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا ممن تجمعهم في منزل الأفراح فتكشف لهم الحجاب عن وجهك الكريم. فلطالما اشتقنا إليك ولطالما تمنينا رؤيتك يا ذا الجلال والإكرام. يا من أعطانا الإسلام من غير أن نسأله، لا تحرمنا النظر إلى وجهك الكريم ونحن نسألك يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم يا عفو يا غفور اغفر لآبائنا وأمهاتنا الذين صاروا إليك. اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لآبائنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الذين صاروا إليك. اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنهم أحسنوا إلينا غاية الإحسان فأحسن إليهم تمام الإحسان. اللهم عاملهم بما أنت أهله. اللهم آنسهم في وحدتهم وآنسهم في وحشتهم وآنسهم في غربتهم. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم سامحهم فيما ضيعوا من حقوقك وسامحنا فيما ضيعنا من حقوقهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وكل قريب إلينا وكل صديق لنا صار إليك. اللهم إنهم خرجوا من ضيق الدنيا إلى سعة رحمتك التي وسعت كل شيء ونزلوا بك وأنت خير منزول به وأصبحوا فقراء إلى عفوك وأنت غني عن عذابهم. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل بالحسنات موازينهم وانظر إليهم نظرة رضا تقربهم إلى فسيح جناتك. اللهم ومن كان لا يزال منهم حيا فبارك في عمره وارزقه الصحة والعافية. اللهم اشف من كان منهم مريضا. اللهم اشف من كان منهم مريضا. اللهم متع أبناءهم بهم. اللهم متع أبناءهم بحياتهم. اللهم متع أبناءهم بحياتهم. يا رب لا تحرمهم حنانهم. اللهم إنا نسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد أن تحفظ بلدنا من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم
كل بلدنا المغرب حافظا من كل مكر ماكر، وفجور كل فاجر، وغدر كل غادر، وحسد كل حاسد وحاقد، وظلم كل ظالم، وفساد كل فاسد، وشماتة كل شامت، وعداوة كل عدو، ومن كل سوء وشر، ومن كل بلاء ومرض. اللهم نج بلدنا من جميع المهالك والمضار والمعاصي والحرام يا شديد المحال، يا من إليه المرجع والمآل. اللهم أدم أمننا، اللهم أدم أمننا، اللهم أدم أمننا، اللهم أدم أمننا. اللهم من أراد أن يفتننا في بلدنا هذا فاكفناه بما شئت وكيف شئت يا عزيز يا مقتدر. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظ إمامنا وولي أمرنا وملكنا محمدا السادس. اللهم أحطه بعنايتك، اللهم اشمله برعايتك، اللهم اجعله مؤيدا منصورا موفقا برحمتك مغمورا. اللهم حقق أمله وبلغه مناه وأنجح مسعاه وبارك في خطاه وسدد رؤاه واحفظ أبناءه. اللهم أقر عينه بولي عهده واحفظه له من كل سوء ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، هو وإخوانه وأهله وكل من مد إليهم بسبب أو نسب. اللهم ارزقه الرفقة التي لا تلهيه، والصحبة التي لا تطغيه، والتقوى التي تحمينا وتحميه، والقربى التي تدنينا منك وتدنيه، وصلاحا يخرجنا جميعا مما نحن فيه يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم بفضلك الملكين محمدا الخامس والحسن الثاني. اللهم أدخل عليهما في قبريهما الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم جازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئة تجاوزا وغفرانا. اللهم يا الله يا الله نسألك أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنه يظهر بين الحين والآخر من يسيء لنبينا صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام وللشريعة الغراء. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت يا عزيز يا مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. اللهم وفق شبابنا وفتياتنا للتمسك بالدين واشرح صدورهم للدين. اللهم كره إليهم تتبع الشهوات والوقوع في الخطيئات وتعاطي المحرمات وتعاطي المخدرات. اللهم اهد بناتنا ونساءنا للحجاب.
واجعلهن ممن تاب إليك وأناب، وجملهن بالعفة والحياء. اللهم اجعل بيوتنا مسلمة لك، وأنبت أولادنا نباتا حسنا، واجعلهم قرة عين لنا. اللهم ارزق شباب المسلمين زوجات صالحات، وبنات المسلمين أزواجا صالحين. اللهم يا فالق الحب والنوى يعطي لكل امرئ منا ما نوى. اللهم اكف شبابنا ونساءنا الهموم والغموم، ويسر لهم كل الأمور. اللهم وسع في أرزاقهم واكفهم كل الشرور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعلهم أنصارا لك وللرسول، اللهم اجعلهم أنصارا لك وللرسول يا عزيز يا غفور. اللهم هؤلاء عبادك جاءوا من كل مكان، اجتمعوا في هذا البيت من بيوتك يرجون رحمتك ويتذللون إليك وينكسرون بين يديك ويؤمنون فيك الخير. اللهم لا تردهم خائبين ولا عن بابك مطرودين. اللهم اكتبهم عندك الآن من الفائزين. اللهم اشف مريضهم، اللهم أصلح أولادهم، اللهم أغن فقيرهم، اللهم أعطهم ولا تحرمهم، وزدهم ولا تنقصهم، وأكرمهم ولا تهنهم. اللهم لا تخرجهم من هذا المسجد بهذه الساعة حتى تعتق رقابهم من النار. اللهم أعتق رقابهم من النار، اللهم أعتق رقابهم من النار، اللهم أعتق رقابهم من النار. اللهم أعطهم ما نووا عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لكل امرئ منهم حاجة إليك، وأنت أعلم بالضمائر والسرائر. اللهم أعط لكل منهم حاجته بحق لا إله إلا الله، بحق لا إله إلا الله. اللهم كما جمعتنا بهم في هذا المسجد المبارك فاجمعنا بهم مع حبيبنا محمد في فردوس الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تخيب أحدا، اللهم لا تبعد أحدا، اللهم لا تطرد أحدا. اللهم إني أقسم عليك بحق لا إله إلا الله أن تغفر للجميع وتتوب على الجميع وتكتب الجميع عندك الآن من أهل الجنان يا منان يا منان. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.